الوقاية برضو من حرب الكآبة المشي والأكل والنوم. تستغربوا دي توصيات علم النفس بس موجودة في الكتاب. إيليا كان نقصه أكل وكان نقصه نوم وكان نقصه مشي. أصل إيليا ما بياكلش أساس، فتلاحظوا كل مرتين في النص هنا، واضح إنه إيه يعني بقى له مدة نسي ياكل. وكان نقصه نوم فعلا، هو كان ناسك وزاهد وكان لسه فيه مشكلة وحوار طويل مع الوثنيين وبتاع، كان مرهق جدا. مع الإرهاق الشديد كان النوم ضروري إنه يفك، وكان نقصه مشي. فربنا قال له تمشى شوية، تعالى لي الجبل مشي. احنا ساعات بنبقى الحاجات دي مش معتدلة، يا بناكل كتير يا ما ناكلش، في الحالتين غلط. لازم تاكل باعتدال، تاكل اللي جسمك يحتاجه، ولازم تنام. ما ينفعش تبقى مش بتنام، لازم تنام، لأن النوم جزء من سلامة نفسيتك، يحميك من الكآبة. لكن لو نمت زيادة قوي تبقى كآبة برضه. ولازم تمشي لأن الحركة بركة، المشي ده فعلا بيطلع طاقة من جواك. إذن كل الحاجات دي بتحمي الواحد من الكآبة.